نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات ومنبج مسيرة راجلة مشتركة تحت شعار المرأة الحياة الحرة عنصر الحرية، وذلك لدعم حملة الحرية للقائد أبو الحل القضية الكردية والمطالبة بحريته الجسدية. وانطلقت المسيرة الراجلة التي شارك فيها شبيبة إقليم الفرات ومدينة منبج وريفها من المدخل الجنوبي لمدينة كوباني صوب قرية علبلور، حيث يوجد المنزل الذي أقام فيه القائد عبد الله أوجلان. وبعد قطعهم نحو 12 كيلومترا ووصولهم إلى المنزل وقفوا دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء. ثم ألقت رئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات آفا شين موستو كلمة طالبت فيها الشبيبة وشعب المنطقة وشعوب عموم كردستان بتصعيد نضالهم وتوحيد صوتهم في وجه الأنظمة الفاشية المتآمرة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية. وانتهت المسيرة على وقع ترديد شعارات: لا حياة بدون القائد، المقاومة هي الحياة.